السلام عليكم. اليوم ابغى نقول لكم ايش الاعلام الامريكي من اللي انا شفته قال على اجتماع اوبك اللي حصل قبل يومين. اوبك هي المنظمة اللي فيها دول تنتج البترول وتتحكم في سعر البترول والكميات المنتجة من هذا المنتج اللي هو البترول. طبعا من يوم ما نزل سعر البترول والعالم كل مرة يصير فيه اجتماع لأوبك ينتظروا قرار منهم انهم يقللوا الضخ في السوق. ليش يبغوا العالم انه الضخ حق البترول يقل؟ عشان أبسط قاعدة اقتصادية اللي هي العرض والطلب، وإذا قل العرض السعر يطلع مرة ثانية، فالعالم يبغى سعر البترول يطلع مرة ثانية بدل ما هو جالسين. اللي حاصل إنه السعودية رافضة تماما إنها تقلل كمية العرض، والعالم كله جالس يضغط عليها، روسيا وأمريكا وكل الدول جالسة تضغط على السعودية أن تقلل، والسعودية رافضة تماما. طبعا تطالع في تويتر ناس محللين حقون بترول جالسين ينتقدوا سياسة السعودية ويقولوا هو اتنكبنا وهذه سياسة الاعتماد على البترول لفترة طويلة وكلام عام. طبعا أنا أبدا ما عندي خبرة في البترول، لكن لما أقرأ هذه المقالات بستنى أسباب وتحليل منطقي، وكل اللي بشوفه كلام إنشائي عاطفي 100%. في المقابل أطالع في فوربس وفورتشن وماد ماني في سي ام بي سي، كلهم جالسين يقولوا إن السعودية بتعمل هذا الشيء لمصلحتها، عكس الكلام الإنشائي اللي موجود في تويتر. طيب السؤال اللي طرح نفسه الآن، ليش السعودية من صالحها إنه سعر البترول يكون نازل؟ راح أقول لكم الأسباب، وفي النهاية راح أعطيكم مصدر كل الأشياء اللي قلتها. أول سبب له علاقة بحادثة حصلت عام 1980 نزل فيها سعر البترول والسعودية قللت العرض وزاد السعر مرة ثانية. لكن إيش اللي حصل للسعودية؟ لما السعودية قللت العرض حقها عام 1980 عشان ترفع السعر مرة ثانية، الأسواق اللي بطلت السعودية توصل لها البترول جات دول ثانية وأخذتها على السعودية. بعد ما طلع سعر البترول مرة ثانية، الأسواق اللي راحت على السعودية خلاص راحت ما عاد رجعت لها، فالماركت شير حق السعودية، الحصة السوقية حق السعودية في البترول صارت أكثر. السبب الثاني له علاقة بعد طفرة البترول الفترة اللي راحت، وربنا كيف أكرمنا وصار عندنا حائط احتياطي نقدي. السعودية رقم 3 في العالم، مرة احتياطي نقدي كبير. فبالتالي السعودية عندها وسيلة انها زي ما تقولوا تتكي، وعلى قولهم ايش، تبيع على اسعار ما هي مربحة. عندها حائط، عندها شيء في الخزنة تتكي عليه. عكس السعودية شركات البترول الأمريكية، شركات البترول الأمريكية قائمة على القروض وما عندها احتياطي نقدي زي السعودية، فبالتالي بتخسر بشكل كبير وبتسرح موظفين بشكل. اوباما قبل سنة ونص أو سنتين جالس يردد في أكثر من مرة إنه قرب الوقت اللي نستغني عن النفط السعودي ونعتمد تماما على النفط الأمريكي. الآن بطل أوباما يقول هذا، والشركات الأمريكية فعلا بدأت تشتكي، وشيل أولها، وبدأوا يسرحوا آلاف الموظفين، وبدأت يقولوا النكبة راح تتنكب في السنة الجاية. على كلام ماد ماني في سي ام بي سي، يقول انه الشركات الامريكيه قدرت تستحمل ضربه السعوديه هذه السنه 2015، لكن ما راح تقدر 2016 لانه البنوك ما راح تعطيها قروض. خلينا نشوف. ثالث سبب الطاقه البديله. اي طاقه بدل البترول كانت تستخدم مصادر الدخل اللي بتجيها في الابحاث والتطوير عشان تستغني عن البترول. لما نزل سعر البترول لهذا المبلغ المنخفض جدا، خسروا كثير من عملائهم، خسروا الكومبيتيتيف ادفانتج حقهم، وكثير عملاء رجعوا للبترول مره ثانيه. عملته السعودية بهذه الحركة إنها قللت الريفينيو حق شركات الطاقة البديلة، وهذه الشركات كانت تحاول تستثمر أكثر في الأبحاث عشان تستغني عن البترول، فالفترة أتأخر. بمعنى آخر، الاستثمار في الأبحاث اللي تساعد على الاستغناء عن البترول صار أقل، وبالتالي الفترة الزمنية اللي تحتاج عشان تستغني عن البترول صارت أطول. آخر سبب، وسبب مهم جدا ومنطقي، اللي هو السياسة والحرب مع إيران وروسيا. السعودية جالسة تضغط على هذه الدولتين. كيف؟ بعد ما اترفعت العقوبات الاقتصادية على إيران 2016 راح تكون أول سنة إيران ترجع فيها مرة ثانية لسوق البترول وتضخ من البترول حقها، وهذا شيء ما هو كويس للسعودية. نظريا لما السعودية تقلل الضخ حق البترول حقها في السوق، الأسواق اللي حتصير unsatisfied market، طبيعي جدا إنه إيران تحاول تأخذها في 2016. شيء ثاني وهذا آخر شيء، روسيا اشتكته في اجتماع أوبك إنه السعودية تقول جالسة تأخذ أسواقها في أوروبا لأنها بتبيع بأسعار غير مربحة لا للسعودية ولا. آخر معلومة برضو من ماد ماني اللي صورتها لو تفتكروا قبل كم يوم، الراجل اللي بيتكلم عن السعودية إيش يقول؟ قال شيء مرة مهم جدا على البترول في السعودية. السعودية لقت وسائل جديدة أرخص عشان تستخرج النفط، وبالتالي في احتمال إنها تستحمل نزول أكثر لسعر النفط. Chance. Not a chance. Never going to happen. The Saudi plan is working. It's working more slowly than they thought it
في الأخير أنا ماني متخصص ولا أفهم في البترول ولا أي حاجة، مجرد شخص مهتم في الموضوع وقرأت فيه، واستفزني بعض العالم اللي يدعوا أنهم خبراء. أنا ما أقول أنه صح أننا نعتمد على البترول ولا صح أنه أكثر من 90% من دخلنا على البترول، لكن أنا أشوف أنه بعض العالم اللي جالسين يتفلسفوا ما عندهم سالفة. لذلك عزيز الخبير الفاهم ما شاء الله، من حقي كشخص ما أفهم في هذا الشيء إنك تعطيني أسباب وتحليل منطقي، مو كلام إنشائي وعاطفي. وسلامتكم. السلام عليكم. أشكر كل شخص رد وتفاعل واختلف اتفق مع الموضوع اللي تكلمت فيه أمس. أنا أقول له شكرا وانت على عيني وراسي من فوق. خصوصا اللي بيرسلوا استفسارات وأسئلة ونقاشات، لو إني رديت على هذه الاستفسارات أنا وقتها سويت زي الناس اللي انتقدتهم، اللي هم يقولوا كلام وهم ما عندهم سالفة. أنا ما عندي سالفة في ذا الموضوع. زي ما قلت أمس، مجرد شخص مهتم في هذا الموضوع وقرأت وتابعت أخبار وشاركتكم اللي سمعته، وكيف إنه هذا مختلف تماما مع اللي بنقراه في تويتر. إذا عندك أي استفسار أو أي حاجة من المواضيع اللي أنا حطيتها، ممكن تروح تسأل ناس زي برجس البرجس مثلا، هذا مستشار سابق لأرامكو، فذاك تسأل المفروض يعطي لك أجوبة أكثر. أهم سؤال ممكن نطرحه على هذول الناس اللي خبراء في البترول اللي هو هذا السؤال التالي: الآن انخفاض سعر البترول أبدا مو من صالح السعودية، صحيح؟ طيب ليش السعودية ما تقلل من عرضها للبترول بالتالي ترفع السعر مرة ثانية؟ ولا هذا الشيء ما هو ممكن؟ وإذا ممكن ليش السعودية ما بتسويه؟ بكل وإيش وضع إيران في 2016؟ وإيش وضع روسيا؟ ليش روسيا بتشتكي؟ وليش شركات البترول حقت أمريكا راح تعاني في 2016؟ أجوبة لهذه الأسئلة هي اللي إحنا نبغى نوصل لها. أما مواضيع زي إنه غلط السعودية تعتمد في أكثر من 90% من دخلها على البترول وإحنا لنا سنوات ما استثمرنا في قطاعات أخرى، هذا كلام ما يحتاج خبير عشان يعرفه. فأي استفسار بخصوص مواضيع أمس أنا أعتذر إني ما أرد عليها، لأني أصلا ما أعرف الأجوبة. علمي علمك، بكل اختصار هذا ردي.